السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم؟ آه آه موضوع زيزو انا مش عايز اسميه موضوع، لان انا اصلا رأيي فيه من السنة اللي فاتت ان احنا نبيعه، لان هو عايز طلبات كتير وعايز فلوس كتير. وانا قلت بلاش تتحايلوا عليه. بس اللي اتضح بعد كده ان هم حتى ما حاولوش يتحايلوا عليه، ما حاولوش. المجلس الفاسد المجلس الفاسد الفقير ماليا وفنيا، صفر فني، صفر مالي، صفر اداري، صفر انتماء وولاء للزمالك. المجلس اللي ربنا بلانا بيه ماشي بعد مرتضى منصور. يمكن مرتضى منصور كان ارحم، شويه. ما هو فساد بفساد بقى، بس كان عنده فلوس، كان يقدر يحمي اللعيبه بتاعته، ما حدش يجي ياخدها. زي الاهلي كده، امام عاشور جاله عرض خد فيه فلوس، ماشي، خرج براه. انما واحد زي حاله زيزو كده، ماشي، او رضا عبد العال زمان، ما كانش حد يقدر يهاوب ناحيتهم على الاقل. مش هناخد دوري، مش هناخد كاس، مش هناخد حاجه خالص، وهنتبهدل وشتايم كل يوم وقبضايا ومحاكم وبلا ازرق على دماغهم، لكن ما وصلناش للمرحله دي. لا، انتوا كده مجلس متواطئ، انتوا كده بتبيعوا النادي. السنه اللي فاتت، بدايه من السنه اللي فاتت لما جاله 5 مليون دولار او 6 مليون دولار، ما بعتوش ليه؟ ده انت اقل عضو في نادي الزمالك يرفع عليك قضيه اهدار مال عام، ويا ريت حد يعملها. ما هو يا جماعه، ما هو انتوا هتمشوا زي ما جيتوا، هتمشوا. وانا قلت قبل كده 100 مره، لو الخطيب مأجركم عشان تهدوا النادي مش هتعملوا كده. انتوا مجلس عايز سله المهملات. القصه مش قضيه لا زيزو ولا لعيب ساب الزمالك وراح الاهلي، ده حقه على فكره، عشان بس ما نقعدش نشتم فيه. الراجل طلع فضح الدنيا مع هاني حتحوت. لو اتفرج عليكم على هاني حتحوت في اللي قاله زيزو. واحنا المفروض مستنيين النهارده بعد الماتش النهارده ان هو بكره يبقى في الجلسه اللي قال عليها استاذ عمرو الجنايني وكابتن محمد حسام ميدو، ولا كابتن احمد حسام ميدو. انما الاهلي لا، الدنيا خلاص. ما هو الاهلي الاول عمل القعده دي وخلص معاه، وكان مكتم، بس ادى السوشيال ميديا بتاعته ان هم يطلعوا يقولوا الاهلي خلص والاهلي عمل وخد فلوس وجاب بيها عربيتين وابوه خد الفلوس يوم 27 رمضان ومش عارفه ايه. وابتدت الناس كلها تقول لك او لا، يطلع الاعلام الزملكاوي يقول لك الكلام ده ما حصلش، اصل مش هنصدق الا لما يوقع. لغايه ما الاهلي لقى الدنيا ممكن تهرب تاني، راح مطلع امبارح زيزو. كل ده تعليمات، خلي بالكم، هو زيزو مش هيتكلم كده. وفضح الدنيا، فضح الدنيا، فضح الدنيا من ساعه ما ده بيقول لهم انا كنت بلاقي ان رئيس النادي يقول لابويا ايه كمان. يعني هو كان بيغشش حسين لبيب لما ابوه يقعد يقول له ايه عشان يرضى يخليه يلعب في الزمالك او يستمر في الزمالك. لما واحد بقاله سنتين ما بياخدش فلوسه، ليه مستحقات عايزهم، وبيوعدوه بفلوس هيدوها له بس يمضي العقد. طب انا عايز الفلوس دي اضمنها منين؟ ما انتوا بقالكم سنتين بجري وراكم، ورا المجلس. جمدوا لي الفلوس دي في البنك لصالحي عشان ابقى ضامنها. طب هيقول ايه؟ طيب هو هيقول ايه؟ وبعدين معلش، واحد جاله عرض ب 5 مليون دولار، تمام؟ ده النادي الزمالك ده غير اللي كان لعيب هياخده، غير اللي كان لعيب هياخده. كان هيخش الزمالك ب 250 مليون جنيه، ربع مليار جنيه. السنه دي بقى فري، يروح فين؟ لو زملكاوي، مركز مش هيروح الاهلي. وعندنا قبل كده، ولنا في السابق عبره، عندنا رضا عبد العال وعندنا خالد الغندور. خالد الغندور ساب الزمالك وما رضاش يروح الاهلي، والاهلي كلمه وراح لعب في الترسانه. خالد الغندور راح لعب في الترسانه. رضا عبد العال طلع من الزمالك، نفس الكيس بتاع رضا عبد العال بالظبط، بس مع اختلاف ان رضا كان عنده ميعاد مقابله عشان يقعد يجدد. خلاص قالوا له هو ده اللي عندنا. طب زودوني 25,000 جنيه للمستشار جلال ابراهيم الله يرحمه.
الله يرحمه. هذه كانت بدايه ضعف مجلس الزمالك. كان اخر الاقوياء الدكتور كمال درويش. اخر المنتمين لنادي الزمالك اللي بيحبوه هو الدكتور كمال درويش. يجي بعدين مستشار جلال ابراهيم اقل قوه شويه، انما كان منتمي للزمالك لما كان ضعيف اداريا. طاهر رضا عبد العال راح الاهلي. هل الزمالك وقع بعد كده؟ لا، الزمالك بعد كده واخد 4 دوري. الزمالك رضا خد الدوري مع الاهلي، والزمالك بعد كده خد 3، والسنه اللي بعد كده الاسماعيلي. انما الفكره ان لعيب جاي لك وعايزك عشان تمضيه، وانت بتقول له لا. طب يعمل ايه؟ واحد جاله عرض بره السنه اللي فاتت وفشل، السنه دي هيعمل ايه؟ هيطلع من الزمالك يروح فين؟ يلعب بقى في بيراميدز؟ لا، ما يلعبش في بيراميدز، هو مش عايز فلوس. هو خلي بالكم، اللاعب ده لو عايز فلوس كان راح بيراميدز. اللاعب ده لو عايز فلوس كان ابوس هو في بيراميدز، او كان طلع العين بره. هو عايز يلعب في اكبر ناديين في مصر، الزمالك والاهلي. واعلانات بقى، وراح كاس العالم. خلي بالكم، ما هو راح كاس العالم برضه. فانت ما تلومش الا نفسك، انت اللي عايز ضرب النعال. انتوا اللي عايزين ضرب النعال، كلكم عايزين ضرب النعال. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. هتمشوا، الله اعلم مين اللي هيجي، بس هتمشوا. ايه اللي مستخبي لنا جوه الزمالك تاني؟ مش عارفين. مرتضى منصور ما سابش كادر. مرتضى منصور سابها محروقه اداريا كمان وماليا. لو انتوا قاعدين كده حضراتكم كده، مين يمسك نادي الزمالك بعد ما يعني المجلس ده لو استمر 2 كمان وخرب هيخربها. ده لازم احمد حسام ميدو وحازم ولجنه التخطيط دي لازم تتفعل رسمي وتبقى هي المسيطره على النادي. عمركم شفتوا، مع احترامي الكامل لجميع الانديه، اقل نادي موجود في قاع الدوري مين؟ زد حرس الحدود. عمركم شفتوا مجلس اداره حرس الحدود ما بيتكلمش في اي حاجه، وجايب 3 4 لعيبه عنده قدام مسكهم قال لهم اتكلموا انتوا وتفاوضوا؟ عمركم شفتوا كده؟ عمركم شفتوا تهزيق وقله قيمه اكتر من كده؟ انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ انتوا قاعدين بتديروا شركات الاعمال بتاعتكم على اكمل وجه، وسايبين اهم شركه في حياتكم كلها نادي الزمالك مش عارفين تديروها، مش عايزين تطلعوا من جيبكم فلوس، وبتفاوضوا كوتيسا. طب ما بقى لما كنت تفاوض كوتيسا كنت دفعت زيزو السنه اللي فاتت، ما دفعتلوش ليه؟ طالما انت معاك فلوس كوتيسا. بتدخل ممدوح عباس ليه في النص؟ ما ممدوح عباس ده هو اللي بيحكم يعني هو اللي بيحكم الزمالك. ما هو زي الاخوان كده، لما مرسي نجح اللي كان بيحكم المرشد مش مرسي، وضاعوا سببه وممدوح عباس هو اللي جابكم ونط من المركب بعد ما خربها وطلع بيشتم في ابو الولا وفي الولا. انت مالك؟ وابنه يقول لك اصل اللعيب بيجري زي اي لعيبه ما بتجري. ادي الناس حصل ايه في الاخر؟ المخ الصعيدي ضرب وابوه ضرب وقال لك لا، لو هيدفعوا لنا ملايين الدنيا لا. كل دوت عشان بس جمهور الزمالك ايه؟ ما يزعلش من زيزو. انما ابوه من الاول من ساعه الطقشه دي قال لك لا، واحمد حسام يكلمه وابوه يروح لا قابل احمد حسام ويقعد معاه انما الدنيا خلصانه. رغم ان النهارده لو نادي الزمالك نجح انه يخلي زيزو يوقع على عقد ويرضى باللي قايل عليه الزمالك اللي هو زي الاهلي واكتر، خلي بالكم. بس الاهلي مضمون لان ما عندهمش مجلس اداره فاسد. شمال سرقه لعيبه لعب غير نظيف دوريات كلها شمال اتحاد كرة بيسند وبيعرض انما اللعيب بتاعه لما بيروح بيقبض. فانتوا الفسده، انتوا اللي ما عرفتوش تحافظوا على اصول النادي كلها. ما فيش حاجه قلتوها ما اتعملتش، كل حاجه قلتوها ما اتعملتش. ده انت يا راجل قايل بلسانك يا راجل ده زيزو ده من اصول النادي ما يتسابش فيه. طب وبعدين ارض النادي فين النادي اللي هيتعمل تاني؟ انتوا عملتوا ايه؟ قعدتوا ديرتوا شركاتكم ماشي وملايين بتخش لكم في جيوبكم تمام، وسبتوا نادي الزمالك.
اهم حاجه نجحنا في الانتخابات واسمنا طلع في الفضائيات، وشكرا على كده، وشكرا على كده. وبتبتدوا تخبطوا في بعض، لا احمد سليمان ما ياخدش اللقطه، لا حسين لبيب ما ياخدش اللقطه، لا حسين السيد هو اللي ياخد مع حسين لبيب، لا احمد سليمان هو اللي مع هشام نصر، لا مش عارف المندوب حسام المندوب الحسيني مش عارف يعمل ايه مع ده ولا مع ده. الدنيا بايظه، الدنيا بايظه. ادي نادي الزمالك خلاص اللي هتتسالوا عليه يوم القيامه. وانت بقيت راعي، انت راعي في شركتك ورا ده راعي في شركته، بس في نادي الزمالك انت راعي برضه، مسؤول قدام ربنا. قصه مش قصه لعيب ساب الزمالك. زيزو ده لو جاله رباط صليبي قعد فيه سنتين يتعالج، ما هو مش هيلعب في الزمالك، ما هو مش هيلعب في الزمالك. القصه كلها انه يتاخد من وشك، يبقى عندك ويتاخد من وشك. لو النهارده نادي الزمالك نجح، عشان بس تبقوا مش فرحانين قوي كده خلاص، وتعرفوا ان رغبه الولد ده طهق منهم. لو النهارده نادي الزمالك مدد العقد مع زيزو واداله فلوسه ووقع، الاهلي ومجلس ادارته وشركه الاهلي لكره القدم وشركه الشخالين لكره القدم والمحامين الاهلاويه والامهات والرجاله الاهلاويه والجمهور الاهلي كله يلبس عقد زيزو ماشي، يبله ولما مؤاخذه يتشطف بميته، مش هتبقى ميه صالحه للشرب، يبله ويشرب ميته. لان ما ينفعش الاهلي يتعاقد مع زيزو ولا يمضي معاه عقد دلوقتي، ولا يقدر الاهلي يطلع يشتكي. خلي بالكم الشرط الجزائي اللي حاطينه على زيزو دوت يروح يلبسوه. لو الاهلي قال لك ده ماضي معايا، الاهلي ياخد عقوبه من الاتحاد الدولي، وزيزو يتوقف بقى سنه 6 اشهر يتوقف. ولازم الزمالك يلعب على دي، بس هيلعب عليها زي ما مش هيمضيه، ما مش هيمضيه. هو نهايه عقد زيزو بنهايه الموسم الحالي. الموسم هيخلص امتى؟ هيخلص امتى؟ لو شهر 5 الاهلي يعلن انا اتعاقدت مع زيزو، وممكن العقد يكون معمول شهر 6. ادي اللي بيحصل، ادي اللي بيحصل. اول السنه ما يقدرش الاهلي يأيد زيزو لان عقده لسه ما انتهاش، الا لو الدوري انتهى شهر 7 شهر 6 شهر 5 نهايه الموسم 24 25. شفتوا انتوا بتعملوا ايه في نادي الزمالك؟ ده المفروض. وبعدين انتوا مطلعين قرار ان انتوا تجمدوه، هو ده اللي انتوا قدرتوا عليه؟ يعني انت عندك المقدره ان انت تضرب اللي قدامك، تيجي في الاخر تروح قلع التيشيرت وماسك عضلاتك وعامل له كده اهو، بس كده هو ده اللي انت قدرت عليه؟ طب ما هيروح يتدرب في الاهلي رسمي، مش رسمي. تجمد ايه؟ ما هو لو اتصاب، بقول لك لو اتصاب اي لعيب بيجي له رباط صليبي هو يبطل كوره لمده سنه وبيرجع تاني بعد كده بتاهيل. تبطل ايه؟ عايز تنزله يلعب ماتش كونفدراليه؟ مش هيلعب. لو نزل هيلعب هيتشتم، فمش هيلعب. عرفتوا بتعملوا ايه في نادي الزمالك؟ والنادي التاني ده هو دي شغلته، قسما بالله شغلته يضعف اللي قدامه. زي ما قال ميدو كده، قال لك احنا مش هدفنا اضعاف منافسينا، احنا هدفنا احنا عايزين ايه. كان ميدو جه هو ودلك اللي معاه بعد ما الدنيا باظت والتانيين سكتوا اتخرسوا، حطوا جزم وشباشب حمام وسخه في بقهم واتخرسوا، بس جه بعد فوات الاوان، بعد الوساخه بتاعت لبيب وممدوح عباس وايمن عباس والليله دي ده في واحد لعيب يتفاوض مع 11 واحد. يا جدعان يا اخوانا، وانا قلت من الاول ما تتحايلوش عليه يا ابني، مش هينفع كده. طب انا عندي عرض ب5 مليون، فين يا عم؟ هات العرض فين وطلعه بره. حتى لو رجع على الاهلي بعد كده ما يبقاش الاهلي واخده منك، يبقى واخده من العين، واخده من قطر، واخده من زفت الطين، واخده من اي خراره هو كان فيها. زي امام عاشور كده، امام عاشور جالك وماسك عكاز وبيقول لك عالجني عشان عايز ارجع الزمالك تاني، تقول له لا روح شوف نفسك وخلص نفسك من الاهلي من متلة الدنماركي. طب ما هو خلص نفسه اهو، ولقى اللي يعالجوه، هم خدوه عالجوه وخففوه وشطفوه وحموه وطهروه ماشي وخدوه عندهم. امام عاشور انت بقى كسبت ايه؟ طب انت جبت مين مكان امام عاشور؟
كونراد مشلاك الاخ الجديد اللي هو رفع عليك قضيه مش عارف داهيه سودا، النيجيري اسمه ايه. جبت اشكال لعيبه غريبه جدا. ايه ده؟ جبت عمر فرج وكونراد مشلاك، ابراهيم نضاي، مصطفى شلبي افندي، مصطفى شلبي افندي. انت جاي مهاب ياسر مهاب ياسر، ومطلع لي شيكو وميكو محمد السيد وعبد الله السيد. ده اللي انت عملته؟ حتى لما بن شرقي حب يجي لك واستناك، وافق على 1,400,000 دولار، خدتهم وقلت له معلش هنديك نصهم عشان تجيبوا كونراد مشلاك. هو فين بن شرقي دلوقتي في الاهلي؟ هل حد يقدر يعاتبه في حاجه؟ هل حد يقدر يعاتب امام عاشور في حاجه؟ هل حد يقدر يعاتب زيزو اللي مش زملكاوي؟ لان بقول لك لو زملكاوي ما يطقش يحطها على صدره، ما يطقش، ما تلاقيش في بيته حاجه حمراء. احمد رمزي، كابتن احمد رمزي كابتن نادي الزمالك، مش عايز يدرب في مصر الا الزمالك. هو عنده مشروع كره قدم بره تقريبا في الكويت. ابوه كان مستشار وهو نقله محترمه، انما يجي مصر في جهاز فني، رئيس او شغال في جهاز فني عشان يلاعب الزمالك، ما يقدرش، ما يهونش عليه. تخيلوا بقى خالد الغندور راح الترسانه، ورضا عبد العال راح الاهلي، وزيزو راح الاهلي. ده نفس الكيس، رضا عبد العال هو نفس الكيس زيزو بالظبط بالظبط، ويختلف عنهم امام عاشور. انما بن شرقي ملوش دعوه بالزمالك، كان لعيب بره الزمالك وجات فرصه ترجعه تاني. ده بن شرقي. هل يقدر حد يضغط على زيزو عشان يمضي للزمالك ويمدد عقده وياخد فلوس؟ وساعتها الاهلي يعمل بالعقد قرطاس او يعمل بيه فلوكه، ماشي، ويملى البانيو عند محمود الخطيب يحط الفلوكه فيها رايحه جايه قدامه تسليه؟ يقدر؟ الله اعلم. لكن رب ضاره نافعه. يمكن زيزو ده لما يمشي انتوا تمشوا وراه. مين يجي مش عارف، ما اعرفش، انا مش شايف حد في نادي الزمالك ممكن يجي، مش عارف. مش عارف يعني يمكن هاني العتال ده لو كان نجح في الانتخابات ماشي، ما كانش حصل كده في المجلس. بس هاني العتال يبقى رئيس معاه مين؟ معاه ما فيش حد، ما سابش حد مرتضى منصور في الزمالك، ما سابش حد عشان نقول فينك يا مرتضى، تعالى بقرفك، تعالى بقرفك وعمايلك السودة والافعال العره اللي انت بلتنا بيها. تعالى هنعمل ايه؟ ادي اللي بيحصل في نادي الزمالك. جمهور الزمالك الوحيد اللي في المنظومه دي هو النادي، هو كيان النادي. هم بس اللي ما بيخلصوش وما بينتهوش. اللي جايب زيزو ده امير مرتضى، اللي جايب بن شرقي امير مرتضى، اللي جايب فرجاني امير مرتضى. تخيلوا بقى تخيلوا مرتضى لما حب يجيب لعيبه، لما حب يبيعهم ويجيب اي لعيبه باعهم وجاب اي لعيبه. كان عزبته مفيش اي كادر اداري فيها خالص غير هو بس وولاده. وكان طارد كل دول بره، كل دول كانوا مطرودين بره النادي. اللي يقول لك احنا عارفين مشاكل النادي، طب اديك دخلت نادي عملت ايه في النادي؟ خربتها. انت متواطئ وليس مجلس. يعني انا كنت اقول عليكم مجلس اهطل، لا مش اهطل. انت متواطئ مع الاهلي، متواطئ مع محمود الخطيب. وانا بقولها قسما بالله، لو انت متواطئ معاه ما هتعمل كده. هتقول له الرحمه شويه، كفايه كده، احنا عملنا كفايه بقى. ما حدش يزعل على لعيب اللي عايز يمشي من الزمالك في 60,000 خراره بالجزمه، وجمهور الزمالك ما يشتموش. جمهور الزمالك النهارده لو شافه بيلعب في الملعب ما يشتموش، بدل ما يشتموا يشتم مجلس الاداره واحد. ما يشتموش. هو ما عملش حاجه، هو لعيب
عنده دلوقتي 30 سنه باين ولا 2 ولا ما اعرفش كام، مش فاكر. هو كان بتاع 31 ولا حاجه زي كده. عايز يبقى مأمن مستقبله، يا الصيت ولا الغنى. هو خد الاثنين، لعب في الزمالك وراح الاهلي وخد في الاهلي ملايين. عايز ايه تاني؟ هو يتعب نفسه يروح قطر ليه ويروح العين ليه؟ ما يلعب في الاهلي يا عم، ولما يبقى يعجز شويه في الاهلي يبقى يودوه في اي خراره ياخد له منها قرشين نهايه الخدمه. هيقعد لك ليه؟ مش زملكاوي، عيلته كلها اهلاويه، المنيا كلهم اهلاويه. هو اللي هيبقى طالع من منيا زملكاوي؟ هو ابوه اهلاوي، بس الولد كان ليه رغبه يقعد في الزمالك، كان بيحب الزمالك وما زال بيحب الزمالك، لان ليه فضل عليه. الولد ده بيعترف بالفضل اللي عليه، ما بيخونش العيش. لكن وهو حقق اعلى كاتيجوري في نادي الزمالك، من خلاله بقى احسن لعيب في مصر، احسن جناح وينج، احسن وينج يمين في مصر. هيقولوا الاهلي هيحصل مشاكل في الاهلي، ما في ناس هتقعد في الاهلي، ما هو مش معقول زيزو هيلعب مع حسين الشحات، مع امام عاشور، مع بن شرقي، مع جرادي اشار، هيقعد حد. هيقعد بيرسي دوده، مش هيرجع بيرسي دوده ولا مش هيرجع. هيقعد حد، مش هيبقى هو نمبر 1 يعني، ولو بقى نمبر 1 في نمبر 1 غيره هيركن. انما هي القصه كلها اضعف ازاي الزمالك، اضعف ازاي الزمالك. ما يعرفوش ان زيزو ده بقى له ماتشين في ماتشات القمه ما لعبش، مش اللي فات ده ولا اللي قبليه، اللي قبل اللي قبليه واللي قبليه على طول، وكسبانين الاهلي 2-1. وبطوله والبطوله الافرو، بطوله السوبر مش فاكر ولا ايه. فيعني مفيش نادي بيقف على لعيبه يا جماعه، انما هي الضربه، هو القفا اللي اتاخد، بس اتاخد على قفاك انت، لان الناس كلها عارفه ان انت اللي عملت كده، انت ومجلسك، انت ومجلسك. الاهلي ما بذلش اي مجهود. الاهلي خد اللعيب زن عليه واداله الدولارات والعربيتين والفيلا. الفيلا اللي خدها ده واخد فيلتين في المنيا بفلوس الاهلي. طب يعمل ايه الولد؟ كلب فلوس، فلوس، بتاع فلوس، هو بتاع فلوس. واحد عايز فلوس، سلعه وبتتباع، عايز فلوس، مش مهم بقى. بحب الزمالك عن ابو الزمالك. الاهلي اللي بيضعف الفرق هيدفع لي، وماله، اروح الاهلي النادي الشمال اللي كل بطولاته شمال. انا عايز فلوس يابا، انا عايز فلوس يابا. الفتره الجايه دي لازم المجلس ده يمشي، لازم يمشي ان شاء الله. نقفل نادي الزمالك كده بمفتاح، بس ما ينفعش ان الناس دي تقعد. ولازم يا رب يا رب حد من الاعضاء يرفع قضيه اهدار ملعب، يا رب يا رب. شكرا.